مساء العسل عليكم يا جماعة. قلت قبل كده إن أنا عندي أجندة. الأجندة دي إيه؟ تهويد مصر بيهود. ليه بقى؟ لأن هو ده دين حق. إنما الإسلام كله عادي، المسيحية كله عادي. مفيش حاجة اسمها كله عادي. حاجة اسمها عقاب وثواب وعقاب. فاليهودية هي الدين الحق. انتوا بقى بتقولوا التوراة اتحرفت، وفعلا اتحرفت، بس سفر التكوين ده محدش حرفه. يبقى احنا معانا ايه؟ سفر التكوين. عايزين نعمل بقى قوانين رادعة تخلي البلد فعلا تقوم. ايه هي بقى؟ ان الزنا حرام، ان الزنا اعدام، والسرقة والنصب والاحتيال اعدام، والاكل عمد والبلطجة اعدام. ده اللي اقدر يعني دي النظافة. دي ايه؟ النظافة. وعايزين تنضافوا يعني. كمان هي دي كل الاجنده اللي عندي يعني بصراحه. هي دي كل الاجنده اللي عندي، حققت منها كتير يعني. تتفرجوا بقى على التلفزيون على قناه ما اعرفش ايه، عماد البحيري المتخلف بيقول لك الحقوا يا جماعه مصر هتبقى تحت الحمايه البريطانيه. ده انا مش عارف والله ضحكت. الحمايه البريطانيه ايه في الصمت؟ ادي عماد البحيري اللي احمد موسى بيقول له انا معجب بيك قوي. ليه؟ لان الاثنين زي بعض بيألفوا. بيقول لك احنا بيتابعنا ملايين. مش عارف ملايين يعني ملايين بيتابعوك عشان يضحكوا عليك، ولا انت اللي بتضحك عليهم، ولا ايه؟ انت مش تفهمش. حاجه غليت. الاستاذه شريفه الصرفي اللي كان في 6 ابريل بيقول لك، قال لك ايه قبل كده؟ قال لك إيه؟ احنا لما نعوم الجنيه الاستثمار يزيد والاسعار هتزيد شويه، بس بعد كده هتنزل. هي الاسعار زادت، بنشوف هتنزل ازاي. يا خوي. والكابتن وائل غنيم اللي حطينا كلنا قدام الامر الواقع يوم جمعه الغضب. طبعا ملوش مكان بينا. لا وائل غنيم ليه مكان بينا ولا اي حد اخواني سلفي جن ازرق. احنا مش هنعترف غير بالشيعه، غير كده في الزباله. وانا عن نفسي انا مش عايز سلطه. انا ممكن ارشح نفسي للانتخابات، بس انا مش عايز سلطه. انا مش عايز اكتر من السلطه اللي انا فيها دي دلوقتي. بس ان افوق الناس من الغيبوبه اللي هي فيها. مفيش حاجه اسمها كله عادي. مفيش حاجه اسمها ربنا غفور رحيم. بس بعد ما تتحاسب، بعد ما تاخد جزائك. انت المفروض بقى لو عصيت ربنا تخش النار. هو غفور رحيم بقى، هيحاسبك بعد كده تخش النار. تمام. انا والله ما بكتب، جت عليا نزلت عليا زفت وقعدوا يكلموني. ما علينا. مش هتصدقوا انتوا الكلام ده اساسا. انتوا بعيد. عمره ما هينزل عليكم ملائكه اساسا، ولا عبقوكم في الجزمه. حتى ملائكه العذاب مش ربنا هيستخسرها فيكم برضه. ومفيش حاجه اسمها لا اله الا الله. يعني ربنا مش بتبقشش عليه. ربنا قال لك في اله على الارض. اله اللي هو النبي يعني اله يعني. تمام. في اله على الارض وفي اله فوق. بس فمش انت هتبقشش على ربنا بقى وتقول له لا انا هحكمك انت بقى، اعبدك انت بس. اعبده انت بس. بس اللي عندك ده اله بقى. تنفذ كلامه بدون مناقشه. النبي يعني. ايه كمان؟ طبعا كل المعرضين عايزين ثورة يناير تبقى أزمة وعدت. نرجع في اللي كان اللي هو إيه اللي كان؟ إن مصر فيها آخر طبقة في المنطقة وأفقر شعب في المنطقة. كل ده هيتغير طبعا لو السيسي يعني. السيسي وجوده مربوط بإيه؟ مربوط بين يعني بولاء الأمريكا. وقت ما هيروح لروسيا هيطلع على ميتين
والسعوديه كمان بدات تخلع من امريكا، وهو السيسي بدا يخلع من امريكا. هتحصل عليهم ثوره ان شاء الله، سواء محمد بن شرذان ولا بلحه، هيحصل عليهم ثوره ويتشالوا ان شاء الله باذن الله. ادعوا لنا انتوا بس. وعايز اقول لك يا نرمين، انت احلى حاجه حصلت في حياتنا والله. ربنا يديكي طول العمر. بس هي دي الاجنده اللي عندي. بس يلا سلام.